السلام عليكم. كلاسيكو البطولة بين الإتوال والكلوب أوفى بوعوده من كل النواحي. أهداف، ورقات حمراء، برشا دي ترانزيسيون شفناها في الشوط الأولاني والشوط الثاني. سنين نتيجة المقابلة اليوم ما تعكسش الأداء متاع الزوز فرق، خاصة النجم الرياضي الساحلي اللي خذا بايو من الأول بعد هدف الأولاني، وبعد الكلوب عدل وفي الميتون 2-1 للإتوال، وبعدها في الشوط الثاني الكلوب ماركات بونتو في الوقت بدل الضايع عن طريق حمدي العبيدي اللي مرة أخرى ملاعب يعرف روحه عنده كرتون ماركا بونتو نحى ماريولو وخذا الكرتون الثانية والورقة الحمراء. نرجع المقابلة اللي فيها برشا ما يتحكى اليوم، خاصة في النادي الافريقي اللي شفنا النادي الافريقي برشا نقاط ضعف بصراحه في الكلوب اليوم وفي الفريقين زاد، حتى ليتوال زاد، لكن بصفه اكبر في النادي الافريقي. مانيش باش نحكيو على الشوط الثاني خاطر باش نحكيو عليه من بعد، لكن خلينا نحكيو على الشوط الاولاني وعلى النقاط اللي شفناها في النادي الافريقي. النادي الافريقي شفنا وسط ميدان براتيكومون ما فماش، ليتوال هبطت بكل ثقله من الاول، يعني من فماش جلس نبض وحكايات ديريكت تاك ولا تاك الاول ولا تاك الثاني حطت كره في الشبكه. لكن فما حاجه نشوفوها غالطه في الكلوب اللي هي في الشوط الاولاني شفناها دوزيام بال براتيكومون الكل عند ليتوال، حتى في البونتو اللي سجلته ليتوال الاولاني شفنا كيفاش الجارديان كي شاد الكره دوزيام بال نورمالمون تكون فما دفاع غاديك، فما شكون يستنى في الكره يتوقع انه الحارس باش يشد الكره ويسيبها بار اكزومبل، ولا بالكره باش يتيح غاديك لازم يكون فما مدافع في التغطيه، لكن هذا ما فماش. جا في راس سواد حط كره في الشبكه. البونتو ثاني كيف نتاع ليتوال كيفاش راقي العواني ياخذ الكره يعمل اسيست بصدره، يعني كنترول وميم تو باس في وسط الدفاع، في وسط حمزه بن عبده، في وسط علي يوسف، والكره تتعدى ويجي المهاجم نتاع ليتوال يحط كوره في الشبكه. هذه زاد نقطه مهمه اللي تغطيه ما فماش، دوزيام بال كيف ما فماش. حتى الملاعب كيفاش خذا الكوره في عقله وعطاها بالزدر وخلاها تمشي الكوره وكوكبه من المدافعين يتفرجوا في الكوره. هذه زاد نقطه استفهام كبير. وسط الميدان النادي الافريقي اللي ما خدمش الجمله، ما فماش دي ترانزيسيون في الشوط الاولاني. شفنا وسط ميدان النادي الافريقي ثقيل برشا، الكوره تتحرك بالسير. معتز الزمزمي ما قامش بالدور الدفاعي نتاعو، كيف زاد ما قامش بالدور الهجومي نتاعو، ما كانش عنصر فعال في النادي الافريقي. حتى ولو ملاعب ذا عنده خبره ولد الكلوب ولعب برشا ماتشوات ويتحسب ملاعبي عنده خبره في الكلوب، عنده كاليتي تكنيك، لكنه اليوم ما كانش في المستوى المأمول. وكانت نقطه ضعف للنادي الافريقي هو معتز الزمز، خاصه انه في الشوط الاولاني الليتوال قدمت برشا وكلات وسط الكلوب والكور الكل ولات تتعدى من الوسط، يعني حتى اللي يهز راسه يعدي كوره تجي ديريكت للاتاكون، تلقى ان كونتر بين شوات والا بن عبده وشوات والا علي يوسف. صحيح الحاجات هذوما يصيروا في الفوتبول، لكن بالصفه هذيك ما تجيش. لكن في الشوط الثاني شفنا انه تعدلت لوتار، الكلوب عرفت كيفاش تعمل ميزاجور نتاعها. صحيح جابت برشا فرص، شفنا فرصة بلال آيت مالك كيف زاد فرص أخرى. شفنا التغيير اللي قام به بيتوني كي دخل قلالش اللي عمل نقلة نوعية في الاتاك بتاع الكلوب، ولات الكلوب تاخذ أكثر كرة في العمق وتاخذ أكثر كرة في وسط الميدان وتاخذ الكرة يعني بنسبة امتلاك. هذا شفناه اللي الكلوب عرفت كيفاش تجاري الشوط الثاني، لكن النجم الساحلي ما عرفش كيفاش يجاري الشوط الثاني نتاعو، وخسر برشا دويال وخسر برشا كور في الوسط. هذا ما خلاه يجاري المقابله كيف ما هي. ما نجمش ليتوال يماركي بونتو واخر باش يسكر على النتيجه، لكن النادي الافريقي اما بحظوظه للاخر اما بحظوظه لاخر دقيقه وصل عدل النتيجه في الدقيقه قبل الاخرانيه من الشوط الثاني في الوقت الضايع، وهذا ما خلى الكلوب يخرج باثنين مقابل اثنين في مقابله نعتبرها انا اليوم ليتوال خسرت 3 بوان، مش الكلوب برك، حتى الكلوب زاد خسرت شويه 3 بوان. عليه؟ على خاطر في الشوط الثاني كانت تنجم تقتل المقابله بهدف ولا اثنين، كانت تنجم تربح ليتوال في سوسه بالذات، خاطر جاتها برشا فرص، جاتها برشا ديزوكازيون. وهذا ما يدل انه النادي الافريقي يفتقر للمهاجم القناص اللي يحط كره في الشبكه ويحط كره في الفيليه ويهني جمهور الكلوب. صحيح حمدي العبيدي اليوم رجع لسكه التسجيل، لكن موش بروفيل كيما حمدي العبيدي باش تنجم توصل لبعيد وتهز شامبيونات تلعب عام الجاي كاس افريقيا وتطمح انك تهز برشا تيتروات. الافريقي مطالب انه
يكون عنده مهاجم صريح ينجم يبدل المعطيات نتاع المقابلات الكل. المسماري جا للكلوب تويكا صح مع الكلوب باش يكون حل من الحلول بعد خروج ايدو من حسابات النادي الافريقي وفسخه اللي عقده بالتراضي مع هيئه هيكل التخيل، لكن الحاجه ذي لازم المدرب يخدم عليه. اذا انت عندك الكوليكتيف وعندك او ميم طون برشا ملاعبي وعندك برشا نقايص، اليوم زاد حتى السيلي ما حسيتوش قام بمقابله كبيره، مردود عادي جدا. شفنا العواني خذا عليه الدويل الكل، فسخوا برشا مرات، ما كانش فعال برشا. الاريير جوش الكاميروني نتاع النادي الافريقي اللي ما شاركش في المقابله اليوم للاصابه، وزاد نعطيو ميريت زاد شويه للبيتوني اللي عنده 5 غيابات مؤثره في التشكيله الاساسيه، وصل عمل نتيجه نعتبرها انا طيبه بارابور للنقص نتاع الافكتيف اللي عنده. كي تشوف رشاد العرفاوي يهبط يكور اليوم وكان من التغييرات نتاع النادي الافريقي، تعرف اللي حجم رصيد البشري للنادي الافريقي مازال ناقص. ضربوا لك 5 ديكادر في الكلوب، جوارات يكوروا دي تيتولير يكونوا رونترو في المقابلات الكل، ما لقيتش لي دوبلور نتاعهم وما لقيتش الحلول. لكن هذا ما يمنعش انه النادي الافريقي في الشوط الثاني عمل ميتريز دو جو ممتاز برشا، عرف كيفاش يسكر المنافذ خاصه على بعض الملاعبيه نتاع ليتوال اللي كانوا المفاتيح اللعب في النجم الرياضي الساحلي. ليتوال دخلت في اللعب الاستعراضي اكثر من انها دخلت في الشوط الثاني باش تزيد تماركي بونتو وتقتل المقابله، لكن هذا الشيء اللي خلى النادي الافريقي ياخذ لافونتاج، يقدم القدام، يربح لو دويل. بورتون فما دي كارتون صاروا، خرج الزعلوني وخرج سيديري جيبو وكيف كيف زاد خرج حمدي العبيدي بالورقه الحامله، لكن المقابله حسيناها فيها اونجو كبير، ما فماش تكتلات دفاعيه، المقابله كانت ممتازه برشا من زوز فرق. بالنسبه ليا النادي الافريقي لازم تعزيزات كبيره بصراحه في الميركاتو هذايا، خاصه في الاريير دو غوش اللي كي غاب لك اللاعب الكاميروني ما لقيتش الدوبلور، حتى سيلي ماهوش اريير غوش اللي تنجم تتهنى به في البطوله. انا شفنا حتى في البطوله ما حكيناش يعني كان وصلت عملت مثلا باركور ترشحت للكاف ولا تشامبيونز ليج باش تعمل مقابلات، انا شفنا في الشامبيونات سيلي مش قادر يروح. العواني نحكيو على تونس ما حكيناش على افريقيا، نحكيو على تونس العواني خذا عليه الدوير الكل، ما خلاهوش يلعب، ما خلاهوش يلعب مرتاح. كنشوفوا انه زوز اهداف نتاع النادي النجم الرياضي الساحلي جاو عن طريق رقي العواني، الاولاني اثر تير وشدها الجارديان وصايبها، والثاني اثر اسيست بوزدر منه هو. تفهم انه الملاعب هذا يدخل العمق برشا، يطلب الكره باللي كاليتي تكنيك نتاعو باللي جيست تكنيك ينجم يفسخ لك ديفونس كامله، وان بلوس دو سا خذا الدوير الكل على سيل. كلاسيكو ممتاز بصراحه، شفنا كوره شفنا فرجه، اللي ترانزيسيون شفناهم، شفنا كل شيء، الاداء سير تيران فما ملاعبيه صحيح ما اداوش كوم يلفو، لكن جلوبالمون انه الكلاسيكو نتاع اليوم اوفى بوعوده من الاهداف، من لي جيست تكنيك، من كل شيء، من الجمهور، من الامبيونس ومن الروح الرياضيه خاصه. ونتقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده، سلام.